ازاي انقذ كلبي بسرعة من الخطر؟ وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. اكيد كلبك لما بيتعب بيكون صعبان عليك، وساعات عدم قدرتهم عن التعبير بتخلينا ما ناخدش بالنا من علامات انهم بيعانوا من ألم او تعب. ملحوظة: لو كلبك تعبان وانت شاكك انه مريض لازم تكلم الطبيب البيطري. النصايح اللي هنا لا تغني عن تشخيص وعلاج الطبيب، وكرر دي أرواح أمانة في رقابنا، لازم نستشير بيطري. لما الكلب يكون بينهج لمدة طويلة بشكل متواصل في الغالب درجة حرارة جسمه مرتفعة أو متألم. في اللحظة دي ما تستعجلش وتديله مية. جيب فوطة مبلولة وامسح بيها على وشه وبطنه لتنزيل درجة الحرارة. بالإضافة لذلك اكشف على جسمه وشوف لو عنده أي جروح أو لو بيعرج مثلا. لو ما حصلش أي تحسن كلم الطبيب البيطري. لو كلبك أكل أي أدوات حادة زي قطع بلاستيك أو عظم رفيع مطبوخ اديله زبادي فورا. الزبادي يعتبر مضاد للحموضة طبيعي وبيساعد على حماية الأمعاء. اليوم التالي على الأقل أكله مسلوق فقط، أرز مع فراخ مع بطاطس مثلا، وراقبه وهو بيعمل حمام. لو لا قدر الله لاحظت أي دم في البراز اذهب للطبيب البيطري فورا. في اللحظة دي حياته ممكن تكون في خطر. لما يجيله إسهال أو مغص في بطنه وارد جدا ما يبقاش قادر ياكل. في الحالة دي بلاش تغصب عليه الامتناع عن الأكل لمدة يوم، ممكن يساعده. بعد كده اديله أكل مسلوق لمدة يومين. أرز مسلوق من أفضل الأكلات للكلاب في حالات الإسهال، ممكن تزود معاها كمان فراخ مسلوقة. في مرحلة التسنين لما تكون اللثة والأسنان ملتهبة أغلب الكلاب بيرفضوا الأكل ويبدأ يعض أي حاجة في البيت. جهز فوطة نظيفة صغيرة مبللة بماء وحطها في الفريزر لحد ما تتجمد، بعد كده اديها له يعضها، دي بتهدي الألم عندهم شوية. بالنسبة للأكل اديله أكل متسقي بماء أو شوربة عشان يكون أسهل في المضغ. لو كلبك عنده جرح صغير وسطحي ممكن استخدام مرهم مثل الفيوسيدين أو بتادين أو ماء أكسجين مخفف. لو جرح عميق كلم الطبيب البيطري فورا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.